جورج عيسى بيقول لي اولا الارض هترجع ولا لا، وهل رجوعها هيحل الازمه الماليه شديده السواد اللي حضرتك قلت عليها. بص يا جورج، الارض هترجع ولا لا، المعلومه اللي عندي ان هي هترجع باتفاقات معينه، بشروط معينه، بضوابط معينه، بالتزامات معينه على نادي الزمالك لازم يعملها عشان الارض ترجع له الارض ترجع له وما تتسحبش تاني بعد كده. هل الازمه الماليه تتحل بوجود او بحل مشكله الارض؟ ازعم ان بنسبه تفوق ال 80 90%. لان الزمالك وادارته كانوا منتظرين الارض دي عشان تعمل لهم الانفراجه ليه. ودي نقطه حلوه قوي، سؤال حلو قوي يا جورج، عشان اشرح لحضراتكم الحته دي. احنا الانديه عندنا يا جماعه مداخلها من الكوره، يعني الفلوس اللي بتجيلها من الكوره ما تصرفش كل الملايين اللي انتوا بتشوفوها دي. ومفيش نادي لو اعتمد بس على الفلوس اللي جايه له من الكوره، بما فيهم الاهلي بما فيهم بيراميدز، يقدر يصرف الملايين دي كلها ويقدر يكسب. استحاله. احنا عندنا انديه بتسمى ريل استيت موديل، النموذج العقاري للانديه، اللي هو ايه؟ اللي هو هتلاقي الاهلي مثلا معتمد بشكل كبير جدا في مداخيله، غير المداخيل اللي بيدخلها من شركه الكوره ومن الجوائز الماديه اللي بياخدها من بطوله افريقيا وكاس العالم للانديه والكلام ده كله وبيع اللعيبه والكلام ده كله، من الاشتراكات بتاعه الاعضاء في الفروع اللي عند الاهلي. الاهلي عنده فرع الجزيره وفرع مدينه نصر وفرع التجمع وفرع زايد. من العضويات، لو حد جاي بيعمل عضويه جديده، الكلام ده فلوس كتيره قوي. يعني اقول لك مثال بسيط، يعني كده انت مثلا عندك 100,000 عضو. 100,000 عضو 100,000 عضو دول بيدفعوا مثلا تجديد اشتراك في السنه، يعني هو عنده عضويه في النادي بيجدد اشتراكه في السنه مثلا ب 1000 جنيه. فال 100,000 عضو دول بيدخلوا لك كام؟ 100 مليون جنيه. وقيس بقى، قيس بقى لو هم 300,000 عضو، لو 150، لو 200، لو الاشتراك تجديد الاشتراك ده مثلا بدل ما هو ب 1000 بقى ب 3 4000 جنيه، فبقوا 400 500 مليون جنيه. طب لو في عضويات، فالعضويه بتاعت النادي النهارده بتوصل مثلا ل 400 500 الف جنيه، مليون جنيه. فدي كلها ارقام بتدخل في ميزانيه النادي. فلوس كتيره. غير بقى لو انت جوه النادي ده بتأجر محلات فبتاخد فلوس. غير ان انت لو جوه النادي ده مثلا بتعمل بقى بيلبوردز اللي هي اللوحات الاعلانيه والحاجات دي كلها فبتاخد فلوس. فدي كلها عوائد بعيده تماما عن الكوره وعن نشاط الكوره، بس بتدخل لك مداخيل وفلوس كتيره جدا جدا تسندك وتخليك تعرف تجيب لعيبه وتعرف تصرف على مدربين وتعرف تصرف على لبس وعلى ملاعب وعلى. فدي نقطه مهمه جدا برضو نشرح فيها ليه الناس، هو ايه علاقه يا عم الفرع بالكوره وايه علاقه الفرع بالفلوس. فدي نقطه مهمه جدا جدا. مش اغلب الانديه، كل الانديه المصريه قائمه عليها، انه بياخد من الجزئيه بتاعت الاشتراكات والعضويات والمحلات والكلام ده كله ويدخلها في الكوره ويقدر يصرف على النادي. عشان كده فرع 6 اكتوبر بالنسبه لجماهير الزمالك او بالنسبه لاداره الزمالك لا، هو حياه او موت.